أولا بخصوص مشاركتي في هذه الأمسية كانت من تنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون، الله يعطيهم العافية، وتم اختياري بالتعاون ما بينهم وبين رابطة الأدباء. ثانيا إذا كان يعني سؤال عن نوع الشعر اللي ألقيته في الأمسية، ألقيت أغلب أنواع الشعر، ألقيت الشعر العمودي المقفى، وألقيت أيضا الشعر التفعيلي، وتنوعت في الأغراض من غزل إلى آخره. السؤال الأخير على ما يبدو لي اللي هو ملاحظ في قلة جمهور الشعر الفصيح في هذه الآونة. أتوقع أن الشعر الفصيح مو خادم نفسه إعلاميا، يعني ماكو أمكنة تحضنه إعلاميا، هو من ناحية وجود مواهب أو شيء من هذا القبيل بالعكس ممتاز ويشهد نهضة في هذا الوقت، لكن إعلاميا ضعيف الاهتمام في هذا الشعر. أما عن مشاركاتي إن شاء الله القادمة والقريبة واللي فاتت، بإذن الله عندي مشاركة يوم 22/7 في أمسية شعرية في دمشق. أكلما لاح برق في السماوات، أكلما لاح برق في السماوات، ذابت من البعد في الآماق دمعاتي، لا خد إلا وشوك الحزن قرحه، إذ طالما أمطرت خدي عبراتي. فالبعد مس وغرس الوصل رقيته، تتيم الوصل إن رمت التميمات، من لم يفارق فليس الوصل يعرفه، الشمس لولا ظلام الليل لم تاتي. بالله يا روح روحي يا منى أملي، لولا نشيدك ما سطرت أبياتي، أموت عنك عليك فيك منك أنا، حللت قتلي يا شمس المجرات. أموت عنك عليك فيك منك أنا، حللت قتلي يا شمس المجرات. رميتني برصاص ليس يخطئني، نيرانه ابتدأت منها نهاياتي. كفي وفكي قيودا سلسلتني أو جودي، وأحيي موات الروح في ذاتي. يذيب فكري ذكرى ليلة سلفت، هناك حيث هنئنا باللقاءات، دارت على غصنها الفينان أغنية، أنشدتها فاستباحت مستكناتي، كأنما البلبل الشادي يرددها، لما جلست أبث الروض أناتي. أأنت علمته لحنا يرتله، ذاك النهار الموشى بالغمامات، لأنه عندما غنى موشحه هزت أهازيجه كل الفضاءات. ثرثارة الصمت كفي عنه ثرثرة، بالله هلا نطقت بالإجابات. أنا ببعدك بدر صار منخسفا، يا من بقربك لا تخفى إضاءاتي. نيران بعدك في شعري لها شرر، هل يطفئ النار تدوين الشرارات. يبخر البحر قلبي لو يلامسه، هلا بوصلك أسعفت المحيطات. والله إن الذي بالنفس يعجز عن أجزاء معشاره قلب الجمادات. عل المقادير تعطينا الذي أخذت، إن الإله سميع لابتهالاتي. شفت من الوجد روحي إذ تتوئم من لجين دمعي عبرات العبارات.